هل حاولت تبيع كورساتك قبل كده بس كانت المبيعات ضعيفة أو شبه معدومة؟ السر مش في عدد المتابعين، السر في عمل فانل ذكي مبني حوالين ويبينار احترافي. أنا عبد الرحمن علي وأوضح لكم في الفيديو دوت، وهكلمكم عن إزاي أعمل فانل ويبينار بشكل احترافي، وإيه أهمية الويبينار بالنسبة للمدربين. طيب خلينا نشوف مراحل الفانل الويبينار بالتفصيل. أولا الويبينار بيبدأ من إعلان جذاب، سواء بقى فيديو أو صورة بتعبر عن مشكلة حقيقية عند العميل. وطبعا لازم تكون منوع في الكرييتيف، يعني تكون عامل كذا فيديو كذا علشان تقدر توصل لعدد كبير من الشرائح والجمهور، وكمان بزوايا مختلفة. تمام. واحنا في فيديو خاص اتكلمنا فيه عن الإعلان، يعني تقدر ترجع له. فبيبدأ أول حاجة من إعلان جذاب، بيتكلم عن طريقة لجذب الجمهور صح. مثلا بتتكلم عن جلسة، احضر الجلسة المجانية واكتشف مثلا 3 أسرار لزيادة مبيعاتك بدون جمهور. مثلا يعني بيتكلموا في حل لمشكلة عنده. تمام دوت في الإعلان. بعد كده بندخله على لاندنج بيج، صفحة للتسجيل، بيكون فيها برضه بعض المعلومات وتفاصيل عنك، يعني بتعرّفهم بنفسك، وفيها بعض ال الإقناعات هنشوف مع بعض يعني أمثلة ليها، وبيقدر يسجل من خلالها البيانات بتاعته، وأهم حاجة طبعًا الاسم والإيميل. حابب تضيف التليفون ضيفه، بس طبعًا ده بيقلل من نسبة التحويل، ولكن خلّينا في الاسم والإيميل. وأنا هاقول لك بعد كده حاجة يعني بديلة لأرقام التليفونات، هندخّلهم على جروب مثلًا تليجرام أو على الواتساب، علشان تقدر تحفّزهم وتذكّرهم دايمًا بحضور موعد الويبينار قبل الويبينار يعني. رقم 3 أو الحاجة اللي بعد كده الإيميل ماركتينج. لازم تبعت رسايل تذكير وتأكيد على ميعاد الويبينار. مجرّد ما العميل بيسجّل في صفحة التسجيل، بيتبعت له المفروض عن طريق automation رسالة بتأكيد الاشتراك، وكمان بيذكّره بميعاد التدريب، ولو في لينك الZoom مثلًا بيتبعت له معاه. وكمان في بعد صفحة التسجيل صفحة اسمها صفحة الشكر. صفحة الشكر دي بيكون فيها برضه رسالة بتأكد على إنه تم تسجيله بنجاح، وبيذكّره بميعاد الحضور. وكمان دي حاجة يعني تريكاية كده لو عملتها هتعلّي نسبة المشاهدة بكتير جدًا، إنّك أنت تعمل جروب مثلًا تليجرام أو واتساب، وبتحط لينكه في اللينك دوّة في صفحة الشكر، بحيث بتقول للناس انضموا إلى الجروب مثلًا علشان أذكّرك بموعد الwebinar أو الmaster class أو التدريب الlive أو الworkshop أيًا كان المسمى اللي هتسميه. آآ وكمان بتحفّزهم إن هم ينضموا للجروب، لإن مثلًا هتدّيهم فايل هدية، هتدّيهم مثلًا هترُد على أسئلتهم واستفساراتهم بعد الlive المباشر، هتكون معاهم دعم ومتابعة من خلال الجروب دوّة، فبتحفّزهم إن هم ينضموا للجروب ده. فدي حاجة مهمة جدًا، بتخلّي link الجروب دوّة أو زر كده في صفحة الشكر، و بتبعت برضه link الجروب دوّة في رسالة التأكيد والتذكير، اللي هي أول ما بتوصل للعميل أول ما بيسجّل. تمام. في كمان رسالتين تاني أو 3 أو ممكن توصّلهم ل4 أو قبل الميعاد. مثلًا تذكير قبل الwebinar مثلًا ب24 ساعة مثلًا، ثم بعد كده مثلًا قبلها بساعة، بعدها كده مثلًا رسالة تالتة قبلها ب10 دقايق. رقم 4 الwebinar بقى نفسه أو سواء كان الlive أو الrecord. أول حاجة في الwebinar بتعمل مقدمة مع الترحيب بشكل عام. بعد كده بتعرّف نفسك بشكل كويس جدًا. بعد كده بتتكلم عن نتايج أو إثباتات أو إحصائيات، بتتكلم يعني عن الاستراتيجية بتاعتك بشكل عام، ومدى فعاليتها أو لو في عندك آراء عملاء. بعد كده بتقدّم المحتوى، مثلًا أنت المحتوى بتاعك 3 أسرار أو خطوات عملية عن مثلًا زيادة المبيعات، فبتبدأ تتكلم في المحتوى وتدّيهم قيمة حقيقية، قيمة عالية جدًا. بعد كده في النهاية طبعًا بيكون في عرض قوي جدًا، آآ وده الcall to action بتاعك بقى، بتخلّيهم مثلًا بتحفّزهم لحجز مكالمة أو شراء بشكل مباشر.
أو عن طريق التواصل معاك مثلًا على الواتساب. فدي يعني باختصار طبعًا عناصر الويبينار، ولكن الويبينار نفسه ليه 13 عنصر. آآ يعني لو خدناه بقى بشكل دقيق ده محتاج كورس لوحده يعني. فهاحاول يعني إن شاء الله قريب أعمل لكم كورس عن عناصر الويبينار نفسها، إزاي تقدر تعملها بشكل فعّال نقطة، نقطة وعنصر، عنصر، علشان تقدر تعمل آآ ويبينار ناجح. بعد كده رقم 5، الصفحة نفسها اللي هي فيها الحجز مكالمة أو العرض بتاعك اللي هو هيشتري منه مباشرةً. لو أنت حاطط لهم link مثلًا أو صفحة يشتروا منها بشكل مباشر، لازم طبعًا تكون حاطط لهم فيديو يشرح لهم الخدمة دي بشكل مفصل، أو التدريب أو الcourse أو الشيء اللي هيحصلوا عليه. فلازم تكون عامل فيديو يوضّح الكلام ده كله بالتفصيل في صفحة العرض قبل ما يبدأ يشتري، يعني تبين لهم آراء للعملاء أو testimonial من خلال صفحة العرض نفسها، تمام. طبعًا لو صفحة حجز مكالمات فبيطلع له مكان بيقدر يحجز من خلاله مكالمة، وفي المكالمة بتقدر تساعده كمكالمة استشارية، وفي الآخر بتعرض عليه العرض بتاعك اللي هيساعده فعلًا يحل مشكلته أو ينقله من الخطوة A للخطوة B، تمام. طبعًا من خلال العرض أنا يمكن شارحه في فيديو منفصل، إزاي تحط قيمة عالية جدًا في العرض من خلال متابعتك الشخصية، من خلال الكلام، حاجات تانية كتير ممكن تحطها في العرض علشان تعلّي من قيمة العرض بشكل كبير جدًا. لإني دلوقتي ما بقاش موضوع المعلومات فقط هي اللي تقدر تبيعها، ولكن لازم يكون كتدريب يعني بشكل كامل يحل مشكلة كبيرة عند العميل. رقم 6، سلسلة متابعة بعد الويبينار، الfollow up زي إيميلات ورسايل واتساب والمتابعة على الجروب التليجرام، دي كلها حاجات بتشجّع لحجز مكالمة أو لشراء العرض. وكمان بتساعدهم من خلال المكالمة في معالجة الاعتراضات أو إزالة الاعتراضات. أنا هاحكي لكم دلوقتي قصة، يعني دراسة حالة لمدرب اسمه خالد، ده مدرب تنمية بشرية، تطوير ذات بشكل عام. المدرب ده كان شغوف جدًا بمجاله وبيمتلك معرفة يعني قوية جدًا وعميقة وبيحب مساعدة الناس، لكنه كان بيعاني من قلة الانتشار ودخل محدود ما بيغطيش حتى مصاريف الإعلانات البسيطة اللي كان بيحاول يعملها. جرّب خالد كل الطرق التقليدية، نشر محتوى على السوشيال ميديا، ما كانش في تفاعل يُذكر، قدّم جلسات مجانية بما أن يعني تحوّل لعملاء دايمين، حاول يبيع كورساته أونلاين، لكن المبيعات كانت شبه معدومة. لكن كل ده اتغيّر لمّا قرر يخوض تجربة مختلفة ويعمل ويبينار. بدأ يعمل ويبينار واحد غيّر كل شيء. قرار خالد خده إنه يعمل ويبينار مجاني، كان بعنوان 3 خطوات لتغيير حياتك وتحقيق أهدافك في 30 يوم. بدأ يستثمر وقته في إعداد الpresentation الpowerpoint بتاعه إنه يكون قوي وجذاب. بدأ يحط قصة شخصية مؤثرة في المقدمة علشان يعني يكون فيها شرح عملي مبسط في أثناء الpresentation. وكمان بدأ يدّيهم قيمة علمية كبيرة جدًا. وبعد كده انتهى بعرض مغري جدًا للانضمام إلى برنامج التدريب الخاص بيه اللي كان مدفوع. استخدم funnel واحدة بسيطة جدًا اللي هي إحنا اتكلمنا عنها النهارده، إعلان ممول ببادجت صغيرة أو ضعيفة، صفحة تسجيل فيها فيديو تعريف صغير عنه، وكمان إرسال رسايل بالإيميل ماركتينج، تذكير عبر الإيميل والواتساب علشان يفكّرهم بميعاد ويذكّرهم بميعاد الحضور. وبدأ يقدّم له ويبينار لايف بكل حماس وصدق. بعد كده حَط لهم دعوة للحجز مكالمة استشارية مع فريق. النتايج كانت فعلًا مذهلة، حضر الويبينار 120 شخص، 40 واحد منهم حجزوا مكالمة، و15 واحد من ال40 دُولة اشتركوا في البرنامج المدفوع الخاص بيه هو. كان البرنامج المدفوع دوّة كان ب3000 جنيه، وحقق أكتر من 45,000 جنيه في أول ويبينار. لكن الأهم ما كانش بالنسبة له الفلوس، رغم إن ده كان نجاح كبير جدًا. إنه يحقق كل دوّة يعتبر في يوم واحد، ما يقرب من ال1000 لو حسبناها بالدولار. النجاح الحقيقي كان بالنسبة له إن يبقى أصبح ليه
أول مجتمع مهتم حقيقي، ما بقاش جمهور على السوشيال ميديا، ما فيش تواصل ما بينهم، لأ بقى عنده مجتمع مهتم حقيقي بالشيء اللي بيقدمه، زادت ثقته بنفسه، وعرف إن التسويق مش لازم يكون مزعج، وكرر التجربة 3 مرات بعد كده خلال شهرين، وحقق أكتر من 150,000 جنيه. كمان بدأ يظهر كخبير في مجاله، مش بس مجرد مدرب وخلاص. لو عندك كمان يعني إحنا لو حبينا نلخص الاستفادة من القصة دي، هنلاقي إن لو عندك رسالة فعلًا قوية، الناس محتاجين يسمعوها بصيغة جذابة. الويبينار مش مجرد تدريب مجاني، ده أقوى أداة لبناء الثقة وتحويل المهتمين إلى عملاء. ونجاح مش محتاج جمهور ضخم، لأ، أنت محتاج بس عرض قوي وشغف حقيقي، فهتقدر توصل لنتائج كمان أفضل في أخطاء شائعة بيُقع فيها بعض الأشخاص اللي بيعملوا ويبينار، وده بيسبب إن الويبينار ما بيحققش معاهم نتايج قوية. أول حاجة بيعمل إعلان ضعيف جدًا، ما بيكونش إعلان جذاب وفيه حل لمشكلة حقيقية. وكمان الجمهور اللي بيستهدف جمهور غير مهتم، ما بيحطّلوش فلاتر، ما بيعرّفوش الويبينار دوّة لمين بالضبط، فبالتالي بيدخل ناس غير مهتمة. الحاجة اللي بعد كده أحيانًا محتوى الويبينار كلّه، في ناس بتعمل كده للأسف وده بيوقّع منهم الويبينار، إنه محتوى الويبينار كلّه يكون مبيعات بدون ما يدّي قيمة، لأ للأسف أنت المفروض تدّي 3/4 الويبينار يكون فيه قيمة عالية جدًا، وفي آخر جزء في الويبينار بيكون آآ العرض بتاعك، وكمان الرد كمان على أسئلة واستفسارات ليهم. وكمان حاجة كمان ممكن توقّع منّك الويبينار، إن ما فيهوش call to action واضح، إنّك أنت ما توجّههمش مثلًا إن هم يضغط على الlink من الأسفل ويروح يشوف العرض أو يشتري العرض أو يحجز مكالمة أو يتواصل معاك على الواتساب، لازم يكون في call to action واضح. كمان عدم المتابعة بعد الويبينار، لازم تتابعهم بشكل جيد جدًا سواء على جروب الواتساب أو على التليجرام أو على رسايل الإيميل marketing، لازم يكون في متابعة قوية جدًا. آآ آخر حاجة نصايح علشان تعمل ويبينار ناجح وfunnel ناجح للويبينار، ركّز على حل مشكلة حقيقية عند عميلك. لازم يكون عندك عميل واحد مستهدف، ما تعملش ويبينار لكل الناس، لأ لازم يكون عندك عميل واحد مستهدف و آآ عنده مشكلة حقيقية أنت بتقدر تساعده وتحلها له من خلال الويبينار دوّة. خلّي العرض بتاعك محدود بزمن أو عدد، يعني بتقول لهم مثلًا العرض متاح مثلًا لمدة 48 ساعة أو لأول 10، فدي حاجة بتشجّعهم إن هم ياخدوا قرار الشراء بسرعة. ويستخدم طبعًا أدوات سهلة عليك، وفي الفيديو القادم يعني في العملي هنتكلم عن الأدوات اللي ممكن هتستخدمها. وكمان يعني لو أنت مش مشترك القناة اشترك فيها علشان يوصّلك كل جديد وكل محتوى يخُص المدربين والناس أصحاب الاستشارات. إحنا هنا في القناة بنساعدهم بشكل كامل من خلال القناة بتاعتنا. وكمان بادعوك يعني لو أنت عايز ملف الاستراتيجية كامل ماشي بمنهج معيّن بخطوات من A to Z، أنا سايب لك link في الوصف فيه فايل الاستراتيجية كاملة، ادخل وحمّله، ولو في أي حاجة برضه تواصل معانا علشان نرد على أي سؤال أو استفسار. كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم النهارده، وباشكركم جدًا.